لو الضرر في حياتك الزوجية بقى أكبر من احتمالك، القانون معاكي، لكن الأهم إزاي تثبتيه. الطلاق مش سهل، ومش أي مشكلة في الحياة الزوجية تستدعي الطلاق، لكن لما الأذى يتجاوز الحدود ويتحول لحاجة مش ممكن تحتمل، هنا بيجي دور القانون. في الحلقة دي هنتكلم عن أنواع الضرر اللي بتمكن الزوجة إنها تطلب الطلاق بسببها، وإزاي تقدر تثبته في المحكمة. وخلينا نشرح مع بعض أنواع الضرر. واحد، الضرر النفسي، لما المعنويات تنهار. ده بيحصل لما الحياة الزوجية تبقى مليانة ضغوط نفسية وإهانات متكررة. تخيلي إنك بتسمعي كلام جارح على طول، سواء في العلن أو على انفراد، أو بيتعامل معاكي بطريقة فيها تقليل من احترامك. غير كده، لو في تهديدات مستمرة أو تخويف معنوي بيفقدك شعور الأمان في بيتك، ده برضه بيدخل تحت الضرر النفسي. طب إزاي تثبتيه؟ ده ممكن يتثبت من خلال شهادات الأهل والأصدقاء اللي شافوا التعامل ده، أو رسائل نصية أو واتساب بتوضح الكلام الجارح أو التهديدات اللي بتوصلك. حتى الصور والفيديوهات اللي ممكن توضح انفعالاته أو تصرفاته العنيفة نفسيا ممكن تكون أدلة مهمة. اتنين، الضرر الجسدي، الأذى اللي بيوصل للإيد. الاعتداء الجسدي هو واحد من أخطر أنواع الضرر، لأنه بيعرض الحياة الزوجية لخطر. ممكن يكون عنف بدني زي الضرب، أو أي نوع من أنواع الأذى اللي بتسيب أثر جسدي. الاعتداء الجسدي مفيش فيه كلام كتير، لأنه قانونيا من أقوى الأسباب الموجبة للطلاق، ومش لازم يتكرر مرة ورا مرة عشان يثبت إنه ضرر. وطبعا اثباته هيكون من خلال التقارير الطبيه اللي بتثبت الاصابات او الكدمات لو لجأت لطبيب او مستشفى بعد اي حادثه. ده غير الشهود سواء من العيله او الجيران اللي شافوا العنف ممكن يشهدوا لصالحك. 3، الضرر المادي، اهمال الواجبات الماليه. الضرر المادي بيحصل لما الزوج يتوقف عن دوره الطبيعي في المصاريف، سواء للاكل والشرب، مصاريف البيت، او حتى مصاريف الاولاد. القانون بيلزم الزوج انه يصرف على بيته واسرته، ولو الزوج بقى متجاهل الواجب ده لفتره طويله يبقى في هنا ضرر واضح. مش بس الاهمال المالي، كمان لو كان الزوج بيستغل اموال الزوجه في حاجه مش ضروريه، او بيسحب منها فلوس بدون موافقتها، ده برضه يدخل في اطار الضرر المادي. وده ممكن نثبته من خلال الفواتير اللي بتثبت انك شايله البيت لوحدك، او شهاده الشهود من اللي عارفين الوضع المالي بينكم. وكمان ممكن تكون في معاملات بنكيه او حسابات بتوضح ان الزوج مش بيشارك ماديا. 4، الضرر الاجتماعي، الاحراج والسمعه. ده نوع من الضرر بيكون اقل وضوح، لكنه بيأثر بشكل كبير على نفسيه الزوجه وحياتها. لو الزوج بيسبب احراج ليها قدام الناس، او بيخلي سمعتها في خطر، سواء من خلال كلام جارح قدام الناس او تصرفات مخله بالشرف، او حتى الاساءه ليها في وسائل التواصل الاجتماعي، كل ده يعتبر ضرر اجتماعي. طب ازاي تثبتيه؟ شهادات الناس اللي شافوا الاهانه قدامهم، او بوستات وتغريدات على السوشيال ميديا اللي بتسيء ليكي، كلها ادله قويه لاثبات الضرر ده. 5، الضرر الاخلاقي، الخيانه الزوجيه. لو الزوج خان زوجته باي شكل، سواء كانت الخيانه جسديه او حتى معنويه، ده يدخل تحت الضرر الاخلاقي في مجتمعنا. الخيانه من اكبر الاسباب اللي بتدمر الحياه الزوجيه، وبتاثر على نفسيه الزوجه بشكل كبير، وده اثباته من خلال رسائل او صور بتثبت الخيانه، او شهادات شهود عارفين تفاصيل عن العلاقه اللي خارج الزواج. خلينا ندخل بقى على نص الماده 6 من القانون رقم 25 لسنه 1929، والمعدل بالقانون رقم 100 لسنه 1985، واللي بتقول لو الزوجه ادعت انها تتعرض لضرر ما يخلي الحياه مقارنه باللي زيها لا تستمر، من حقها تروح للقاضي وتطلب الطلاق. القاضي هيطلقها طلقه بائنه لو ثبت فعلا ان الضرر موجود ومفيش مجال للصلح بينهم. لكن لو القاضي رفض الطلب ومشكلتها اتكررت، ساعتها القاضي بينتدب حكمين عشان يشوفوا مدى الضرر الواقع على الزوجه. بس لازم نكون عارفين ان الخطوه الاهم في اثبات الضرر، عشان تكسبي القضيه وتحصلي على الطلاق، لازم تقدمي للقاضي دليل واضح على الضرر اللي بتعاني منه. مهم جدا تجمعي كل المستندات والشهادات اللي بتدل على الوضع اللي عايشاه. طب ايه هي اجراءات رفع دعوى طلاق الضرر؟ اول خطوه بتكون في مكتب تسويه المنازعات الاسريه، وده اجراء مهم جدا، وهي المحاوله الاخيره للم الشمل والصلح قبل الدخول في التقاضي. وبعدها بترفعي دعوى في المحكمه من خلال محامي. اجمعي الادله سواء كانت شهادات او وثائق تدل على الضرر. المحكمه هتنظر الدعوه، ولو اقتنعت هتحكم لصالحك. في النهايه مهم جدا اننا نفتكر ان الحياه الزوجيه مبنيه على الموده والرحمه، وان اي علاقه بتعدي بمراحل صعبه وتحديات، لكن دايما الحل الامثل هو الحوار والتفاهم. لازم كل طرف يسمع الطرف الثاني ويحاول يفهم مشاعره واحتياجاته بدون ما ينزعج او يغضب. اوقات كتير المشاكل بتتحل ببساطه لما ندي فرصه لحديث هادي ونفتح قلوبنا لبعض. اهم حاجه اننا نحاول نلتمس الاعذار لبعض. مفيش حد كامل وكل واحد فينا ممكن يغلط. العلاقات القويه بتتاسس على التسامح والعطاء المتبادل. لما كل طرف يكون مستعد انه يدي شويه تنازلات ويحاول يفهم الطرف الثاني، العلاقه بتبقى امتن واقوى. ولازم نفكر دايما ان بيتنا واولادنا محتاجين الجو المستقر والمليان حب واهتمام. الاطفال بيتاثروا بشكل كبير بالجو اللي حواليهم، والبيت اللي فيه سلام وتفاهم بيخلق جيل واعي ومستقر نفسيا. لما نشوف اولادنا بيتربوا في بيئه صحيه وسعيده، ده اكبر دليل اننا مشينا في الطريق الصح. فدايما نحاول نخلق جو من الرحمه والحب في بيتنا، نحافظ على علاقاتنا، نحاول نحل مشاكلنا بالحوار والتفاهم قبل ما الامور توصل لطريق مسدود. الاسره هي الامان والاستقرار، ولو بنينا بيتنا على اسس سليمه هنلاقي كل حاجه في حياتنا بتتحسن، من شغلنا لراحتنا النفسيه وسعادتنا الشخصيه. وما تنسوش، اللي معاه روشته قانونيه عمره ما يتعب. كان معاكم صاحب الروشته ايهاب عبد الله. اشوفكم الحلقه الجايه. سلام.